السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا غادي ندير هذا الفيديو على العلاقات المغربية الجزائرية، بحكم أن الكل أصبح يفصل ويخيط على حساب المنظور ديالو، شي يشوفها صفراء، شي يشوفها زرقاء، شي يشوفها بيضاء، شي يشوفها. فيما يخص العلاقات المغربية الجزائرية، وانا فيما يخص هاد التحاليل اللي راهم كيديروها الأغلبية تاع المغاربة، سيرتو الآن هاد المغاربة الأكاديميين، سير بابي كتبان لك النظرية ديالهم صحيحة ومعقولة. سير بابي معقولة، ولكن في الرياليتي في الواقع ماشي معقولة، لأن المشكل اللي ما قراوش هما ما قراوش العقلية الجزائرية. هاد الأكاديمي أو المغربي اللي راه يحلل في هاد العلاقات المغربية الجزائرية، خصو قبل ما يحلل هاد الأمور هادي خصو يعرف العقلية تاع الجزائرية، عاد يمكن يوصل لشي نتيجة. لأن المشكل اللي راه كاين وهو المشكل تاع كومينيكاسيون، قضية تاع كومينيكاسيون. المغاربة رزان شوية في الهضرة وأكاديميين ويهضروا شوية بالآداب، مع الجزائريين هذاك داك الكلام هذاك الطيب ودوك النوايا الحسنة واليد الممدودة، هما يشوفوها غير شعر، يشوفوها راك غير تزمر، يشوفوها راك غير تكب الماء في الرملة، يقولك هادو غير نوايا خسيسة وبائسة من أجل قضاء مآرب دبلوماسية اللي معروفة، وراهم قالوها الصحافة على ردا على الخطاب ديال صاحب الجلالة ناصره الله محمد السادس، قالوها. وما عندهم خلفية على المغاربة مشكلة، ولو قاعد تشويلو القلب ديالك قاع، ولو تشويلو القلب ديالك قاع، كيقول لك اللي كابر في النكران ولو تعطيه العسل يقول لك قطران. شحال دار فيهم الخير المغاربة، شحال داروا فيهم الخير، لا محمد الخامس الله يرحمه ولا الحسن الثاني ولا حتى دوك المغاربة اللي طردوهم في 75، قدموا شهداء وقدموا كدا ونخرطوا معاهم في الثورة وذاقوا مرض السجون، وفي الأخير ضربوا لهم داكشي قاع في الزيرو، غير مجرد أن الحسن الثاني الله يرحمه استرجع وحدته الترابية بدون إراقة الدماء، بدون إطلاق رصاصة. وهذا الشيء هو اللي معس الهواري بومدين، وكذلك داك الخبيث ديال بوتفليقة، بغاو يبردو جنونهم فينا حنايا، وفعلا بردو جنونهم فينا حنايا بحكم أنهم انتقموا منا وما عطاوناش مهلة أننا نجمعو التلقش ديالنا، بحيث أنهم بغتونا وداونا كل ما نملك، وصيفطونا في ظروف لا أخلاقية ولا إنسانية، وفي أيام عيد الأضحى وبرد الشتاء تاع ديسمبر القارس بغاو يديرو الحسن الثاني والمغرب أزمة من خلالنا حنايا. وحنا كنا عنوان صريح. العداء الذي يكنه هذا النظام الجزائري ويباركه الشعب الجزائري، هذا الشعب الجزائري يبارك هذا العداء هذا. أنا لا أستغرب في هذا قطع العلاقات وقضية ديال غلق الحدود وديال الأجواء. راهما لو كان لقاو حتى هاد الشمس اللي راها تجي من جهتهم لعندنا، لو كان لقاو يقطعوها علينا ونعيشو في الظلام، لو كان قطعوها علينا يجي واحد يقول لك خاوة خاوة. راه تا الشعب الجزائري كومبليس، تا الشعب الجزائري كومبليس. 90% من الشعب الجزائري كان باغي فينا الضربة، وكان مبتهج وفرحان،
كان يقولنا السلك السلك، يعني الحدادة الحدادة، المروك المروك. أنا بالنسبة لي، أنا أنا يا ربما كنقول لك، ربما راني أتفاعل فيما يخص العلاقات المستقبلية ما بين الشعبين الكوري الشمالي والكوري الجنوبي، ولكن باش غادي يكون الصلح ما بين الشعبين المغربي والجزائري امبوسيبل جامي. مسألة سيكولوجية عويصة، مسألة ما مرتبطاش بالسياسة، وإنما مرتبطة بعلم النفس الاجتماعي. وهما في أي مواطن جزائري لو كان تفتح له المخ ديالو تلقى فيه بومدين صغير، تلقى فيه بومدين صغير. حتى هاد النظام الطبوني راه هو امتداد النظام البومديني، هو غير امتداد، لأن أسباب الشرارة بسبب هاد المشاكل كلها هو المقبور هو ريبومدين. بزاف اللي يقولك تاع 63 ما كانش عندها تداعيات كثيرة على المدن البعيدة. نقول لك علاش، ما كان لا راديو، ما كانت لا تلفازة، وكانت محدودة في المكان والزمان، غير سيموا ونطفات. بومدين بعد ما استرجع المغرب وحدته الترابية هو بقى يوجد لو باسي. راهم هجموا علينا في 63 وحنا عاد يلا خرجنا بكدا. الحسن الثاني امبريالي، الحسن الثاني جاسوس تاع اسرائيل، الحسن الثاني هو اللي اختطف ديك الطائرة ديال الثوار ديالنا، الحسن الثاني امبريالي، الحسن الثاني راه ضرب الصحراء بنابال وراهم هربوا عندنا وتطا كدا. واجج الشعب الجزائري، اجج الشعب الجزائري اللي بقى كيبت الخطاب المسموم ديالو عبر الراديو، مع العلم ان الجاليه المغربيه اللي كانت متواجده تما، وهذه شهاده، هذه شهاده كنا كنلتفوا حول داك الراديو، كنا نقولوا له البوست في الجزائر. انا بصغير وكنت كنسمع دوك الاناشيد، ولكن ما كنتش نعرف لو بروفون ديال لو سوجي، ولكن فيها داك الحماس، فيها بالحماس انا تكبرت على بان المغربيه ديالي هي اللي كانت هما قراو هاد الفرحه ديال المغاربه، قراوها ما مرش مرور الكرام، شافونا بحال حنا ناكلو الغله ونسبو المله وباقيين اطاشي بالحسن الثاني. لهذا بغاو يديروا عصفورين بحجره، ينتقموا بينا حنايا كمغاربه ويديروا ازمه للمغرب من ناحيه تاع الشرق، بحكم ان الشرق كان فراغ، لان كاع الاجهزه الاعلاميه ولا الامنيه كلها كانت متوجهه للجنوب، بحكم ان ديك المسيره اللي بهرت العالم وكانت حدث كبير، كان فراغ هنا. ومع زيادة عن ذلك حتى المغرب كان اقتصاديا في 75 هشا، وأمنيا مهددا. الحسن الثاني كان مهدد الله يرحمه، لا من عند الخونة ديال الداخل ولا من عند الخارج. هذا موضوع آخر ديال الخونة اللي كانوا هنا اللي باعوا الماتش في الأخير. كما قال لهم البصري، حنا كنا عارفينكم غادي تبيعوا الماتش بهذه السهولة، وكنمشينا قضينا أمورنا في حوايج أخرى. الور لهذا هما بغاو يديروا المغرب أزمة من الشرق من خلالنا حنا، لأن باش تصيفط، لأن ليس من رأى كمن سمع. ربما تقراوها نتوما غير في جوجل ولا ويكيبيديا وتمروا عليها مرور الكرام. خصكم تشوفوا هنايا شنو كانوا كيديروا المغاربة. كانت 120 كار كتصب على وجدة، 80 كار، 800 عائلة، 1000 عائلة، 1200 عائلة بوندون 22 جور، بوندون 22 جور. ما كاين حتى شي عائلة اللي ثبت انها طردوها في 76. اخر طرد كان في 31 ديسمبر 1975. وما تستغربوش الا قلت لكم انهم طردوا بوندون 22 جور اكثر ب 45 الف عائله. ونقول لكم الدليل علاش سهل عليهم انهم يجمعونا في 22 جور، لان كنا كلونديستان كما قال داك الحمار تاع البلاني. ربما الامر لو كان طلب عام ولا عامين، فر هذا المروكي فر هذا، حنا في 22 جور طردوا جمعونا. لان علاش كنا مافيشين في لاميري في البلديه، وكنا كنخلصوا لي زامبو الضرائب، وكان لنا ما لنا وعلينا ما علينا. لهذا جمعونا 22 جور، لأن لو بروميي جور تاع لا ديبورتاسيون ديال ليكسبيديسيون، لو بروميي جور هو لو 8 ديسمبر، سيتي ان لاندي. لو 8 ديسمبر سيتي ان لاندي، بمعنى أن هناك عائلة اللي تم الطرد ديالها في لو 8، لو 9، لو 10، لو 11، لو 12. العيد الكبير فوقاش كان؟ عيد الأضحى كان في لو 13 ديسمبر، 10 ذو الحجة 1395. سيتي ان سامدي، بمعنى أن هناك عائلة كما قلت
اللي مطرد ديالها لو 8، كاين لو 9، كاين لو 10، كاين لو 11، كاين اللي شرا الأضحية لو 12 ولو 13 ما ذبحهاش، كاين اللي ذبحها لو 13 ولو 14 ما كلا منها حتى قديده، يا انسي دو سويت، لو 15 لو 16 لو 17 كذا وكذا. كل نهار يصيفطو، كانوا يجيو الكيران من المالح، من حاس الغلة، من العامرية، من عين تموشنت، من سيدي بالعباس، من الكيحل، من عين الصفرة، من عين الكرمة، من عين الأربعة، ما خلاو حتى لا دار لا دوار، مستغاليم وهران. وكانت ندرة الحافلات، لأن كاين شي مدن اللي بقاو المغاربة مساكين في مخافر الشرطة 3 أيام، كانت ندرة ديال الحافلات. أنا غير محمد بوحجر داك النهار خرجونا حنا زوج تاع الكيران، دخلونا لواحد لونكار تما تاع الكوميسارية، لقينا المغاربة مساكين تما، خرجونا من الدار كي القرودة، والناس تفرج فينا. حنايا منا زايدة مسكينة 1893 1893، كان في عمرها 82 عام مسكينة الله يرحمها. تا هي مرمدينها معانا، حاج كويدر مسكين اللي قدم الخدمات كثيرة للثورة تاع الجزائر وداق مرض السجون، ومعروف حمام بوعجر إنسان جليل كاع يشهد عليه بالخير. وفي التالي أهانوه، ما عطاوش حتى مهلة باش نجمعو تا القش ديالنا ونجيو في ظروف أخلاقية وحسنة، إلى درجة أنهم باغتو الناس ما احترموا لا المرأة الحاملة ولا البز ولا معوق ولا الشيباني ولا حرمات المنازل. 50 سنة وجدي الحاج كويدر مسكين يبني في الرزق ديالو، وبين عشية وضحاها صيفطو غير فاليزا، كان اللي صيفطو غير برزمة، كان اللي صيفطو غير بسروالو، كان اللي كان رجع غير للدار من الخدمة ديالو، تصادفو معاه في الشارع طردوه. راه عندنا لوكا ديال جمال فايدي مسكين 47 سنة يقلب على بوه، عاد لقاه هادي الشيمورا. كاين الفيديو عندي اللي بغا الفيديو ديال جمال فايدي، ها هو معانا هنايا بعدا 47 سنة. باه راجع من الخدمة تصادفوا معاه في الزنقة، جابوه برا هو عنده شيموا، أمو ألجيريان تا كبر، عاد مشى لباري، عاد بقى يقلب على باه. واخا درنا له لابيل هنا في وجدة، جا عندي في وجدة، درنا له لابيل في شوف تيفي، فات في مختفون في الرباط، ولكن ما وصل حتى شي نتيجة، إلا أنه هو بقى انسيستي وبقى يجي لكازا معاه، هو كازابلانكي، وبفضل الله بقى يمشي لدوك الأسواق تاع اللي كوردوني، مع باه كان كوردوني، والحمد لله تلاقى باه. راه كاين في يوتيوب ديال أنفاس بريس ديال عبد الرحيم آريري، راه فوت معاه استجواب 47 سنة. لأن احنا ما نهضروش فقط على أنهم داونا الممتلكات وصيفطونا في ظروف لا أخلاقية ولا إنسانية وتنكروا كل ما قدموه والدينا، خصنا نهضروا كذلك ما خلفه الطرد من تأثير على كثير من النفوس ديال المغاربة المطرودين من الجزائر. الناس تشوكات، كانت اهتزازات عقلية، اهتزازات نفسية، ناس تشوكات. ولكن ربنا منتقم، لأن علاش ربنا منتقم؟ ربنا ماشي دائما غفور حليم. واخويا حمادي لابد سمعت راهم يخلصوا. وشوف رب العالمين اخويا حمادي، خصك تعرف واحد القضيه، الموت ديال هواري بومدين في 1978، من بعد ما مشى للعراق عند صدام وهبط عند سوريا عند حافظ الاسد، رجع للمغرب. ملي رجع للمغرب رجع للجزائر. من بعد ما رجع للجزائر تدهورت حالته الصحيه، قالوا يمكن مصاب بواحد مرض سميتو مرض المثانة. هذا مرض المثانة هو نوع من أنواع السرطان، إلى أنهم جابوا أطباء إلى أنهم نفاو بأنه ذاك المرض يكون مرض المثانة. قالوا شوية راه يمكن مسموم، ربما سماه صدام أو حافظ أسد. بقات مطروحة علامة استفهام على الموت ديالو، إلى درجة أنهم ما بغوش يديوه لباريس، ما بغوش يديوه لباري، داوه لموسكو، وجابوا أطباء فرنسيين يشخصوا المرض ديالو. كذلك الأطباء عجوا. اليومنا هذا هو بومدين مات بموت غريب، وهذاك الموت الغريب أنا مسجلة في كتاب ديالي قرة الخيط، أنه دعوة على المغاربة المطرودين من الجزائر، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ومن آذى واحد الوالي كما قال الله سبحانه وتعالى، كأنه بحال فتح واحد الجبهة ديال الحرب بينه وبين الله.
مع العلم حنايا في الجزائر كانوا معنا حجاج وكانوا معنا أئمة اللي كانوا يأموا بالعباد تما، وكانوا يحفظوا حتى الأطفال الجزائريين القرآن ويتم الطرد ديالهم. الحاج بن سعيد كان في وهران الجامع الغربي في الطحطاحة، هو مدور إسمير من نواحي تاع أكادير، كان يأمن بالعباد تما ويحفظ الأطفال الجزائريين القرآن وتم الطرد ديالو. كاين أحمد آخريف الله يرحمه، كانت بيدو راس المال نواحي تاع سيدي بالعباس إمام. عندنا أراميل تاع الشهداء، عندنا لبليسي دقار، معنا حجاج كما قلت. أنا غير في حمام بوحجر نعرف ها الحاج بوسيف، ها الحاج بن علال، ها الحاج قدور، ها الحاج اليماني، ها الحاج بولحية، ها الحاج خويدر جدي، ها الفقير الخضر. كانوا غير ناس جلالة وناس أتقياء وناس كانوا، أنا نشهد على دوك الناس كانوا بعدا ميشرين. كان اللي كان كيمارس تجارة الفلاحة المواشي، وكاين اللي كان عاوتاني بحال يا أيها الناس، ماشي كاع المغاربة اللي كانوا تما كانوا لاباس. كاين اللي كان كوردونيي، كاين اللي كان ميكانيسيان، ولكن الناس الأغلبية عاوتاني ناس خلات. أنا عندي شهادة تاع واحد السوسي في وهران، كانت عنده كونفيسوري، كونفيسوري يعني ورشة تاع الحلويات، بلي ماشين بالمسائل، وحتى السيارة تاع الرونو اللي كانت كدير ليفريزون، كانت كتوزع الحلويات المقشادات. هاد لا ريفيرونس عندي انايا. عندي واحد السيدة عاوتاني مسكينة يلاه، سميتها نونوت بنت محمد ناظورية مسكينة، يلاه ولدت سيزاريان ب 48 تار بلاكوشمون، جابوها مباشرة مسكين. عندي شهادة ديال واحد السيدة عاوتاني بلا ما نذكر ديال الاسم ديالها، راها في كيك. نهار اللي طردوها من بشار قالت لهم في الكوميسارية تاع بشار: جيتي مالتريتي اي جيتي فيولي ا بليزيور ريبريز، اغتصبوها أكثر من مرة. لأن هادي عندها الكوراج قالت. أرور لي هذا قضية تاع هواري بومدينة سي حمادي وليكن جي العموم الجميع. أنا كنشوفها هكا كإنسان مسلم، لأن رب العالمين انتقم النور، دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. وشوف حتى بوتفليقة الخبيث، بوتفليقة هو المهندس، شوف حتى هو اللي كومبليس، حتى هو ساهم فهاد المصيبة بشكل كبير. شوفوا السنوات الأخيرة ديالو كيفاش مات، ما هو بميت وما هو بحي، إلى درجة حاشا كان يدير كاكا ديالها في ليكوش، تعوق. وراهم يخلصوا، لأن الناس مشات مقرومة، الناس مشات مبليسيا. أنا الحاج قويد الله يرحمه مسكين، داير عليه واحد الشابيت في كتاب ديالي قرارات الخيط، مع مسكين لم أسجل عليه الانكسار كان غير ساكت مسكين. شبهوا الأساتذة بحال سيدنا سليمان، كان واقفا لكنه منخورا من الداخل. وانا ما كنتش عابي به مسكين، ما كنتش عابي به.